بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بجميع المتابعين، حياكم الله. اليوم راح وصلني هدول أدوية وماكس خلطة ودواء للاستحمام مشان النموس والحشرات اللي بتيجي على الطيور. لازم دائما نحممهم، يعني نخليهم يسبحوا بهي المي. مثل شوفتكم بالسابقة كان عندي زات ملح للاستحمام خاص للطيور. فهلا جبت غير نوعية، وهذا كمان الماكس. وهذا الدواء للقرقرة اللي بتيجي هيك بصير نوبات خرخرة بالبلعوم عند الطير، وهيك هي بتضايقه كتير. فهدول جبتهم من موقع مع الانترنت وهلا وصلوني. والشباب اللي حاب اللي عم بتواصلوا معي على الواتساب، الرقم موجود على القناة، على الصورة القناة الأساسية لليوتيوب. واللي موجودين هون بألمانيا أو بالدول الأوروبية هون موجودين وبدهم يشتروا هيك الأدوية وهالشغلات، ببعث لهم الرابط والاسم على الواتساب، وهن بيفوتوا للمكان اللي بدهم الأدوية. وكل واحد مكتوب النشرة، بترجم النشرة، بتشوف طريقة الاستخدام والمعلومات والمكونات للأدوية اللي عم تستخدمها، لحتى يكون عندك اطلاع وعلم. وطبعا عندكم في طبيب بيطري قريب منكم تستشيروا أي طيور، لأن حرام هي طيور شامية وطيور سورية. يعني أي طير عم بيجي من سوريا مكلف، أي طير مهما كان جماليته مهما كان نوعه، فعم بكلف كثير وحرام. يعني لازم نعتني فيهم، الأدوية نعطيهم أدوية صحيحة، ومراجعة أطباء ناخذهم على دكتور بيطري يعني. وتحياتي لكم. هلا رح شوف هدول، رح اجيب افتح العلب ونشوف المكونات مشان تشوفوا الصور. انتم بتحسنوا كمان تاخذ لقطة من شاشة الصورة، واللي حاب يعني ما يتصل فيك تاخذ لقطة وتبحث عنه. وهلا بس اجيب نفتح يا شباب. تحياتي لكم جميعا. بس رح نشوفكم نظرة هيك، وراح بس استخدمهم بنشوفكم الفرق والاستخدام. بعدين وطالب من الشباب دعمكم، الشباب الجميع المتابعين اللي عم بيشوفوا الفيديوهات يدعمونا باللايك دائما. يعني اللايك بيخلي الفيديو ينتشر اكثر، ويعني بيشجعنا كمان على بذل المزيد من الجهود لحتى نصور اكثر. شايفين هاي الخلطة؟ بس لحتى اشوف انا ليش ما ينبيع على الكاميرا الامامية. شايفين هاي مشان قشر البيض، مشان بيصير عملية سليمة يعني للبيوض. بيقوي القشر، يعني ما بيخليها تتكسر، وتكون فيه كتير فوائد للطير وللأمعاء رائع جدا. طبعا مثل ما قريت أنا بالوصفة تبعيته قبل ما اشتريه. وهدول تنشوفهم هلا كمان نفتحهم ونشوفكم المحتوى الداخل.
هاد كوكوس، هذا كتير كويس، هذا للإسهال للأمراض كتير رائع. أنا استخدمته كتير 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 رائع. عم بستخدمه للطيور. هذا هلا كمان وصل، بعطيه مع عصران. هذا للأمعاء للإسهال للطيور. طبعا أنا في له كتير خصائص للعلاج. كل مكتوب بالنشرة قبل ما تشتري، مكتوب كل التفاصيل عن المحتوى وفعاليته وحتى الاستخدام. هلا نشوفكم هاي. بادي زالت يعني ملح استحمام، شايفينه؟ بادي زالت هذا ملح للاستخدام مشان قتل البكتيريا، الشغلات اللي بتنمو بجلد الطير، بتنظف الجلد، بتخلي الطير نظيف، ما فيه حشرات، ما فيه الدود، الناموس، القمل، هدول تبع اللي بيطلع بالطيور، هذا ما بيخليهن. طبعا بيستحموا فيه استحمام كمان، يعني كثير رائع. انا كان عندي علبة غير، بس هي جبته، هذيك كانت بتنظف العيون والريش وهيك، بس هذا فيه خاص للحشرات يعني اللي بتكون بالطيور، يعني مثل الناموس والقمل وهالشيء. وهي الخلطة راح اشوفكم اياها. الماكس هذا جيد، الماكس. انا عندي سطل غير هذا طبعا، بس انا بحب يعني اجيب الافضل دائما. وقريت عن هذا الماكس، كان مواصفاته حلوة. فيه احجار، فيه طخل، اكل العصافير، فيه كثير شغلات مفيدة من يعني من الطبيعة، سبحان الله. هاي حاطين لنا كاسة مشان نعبي فيها. هذا فول، ما بعرف شو بسموه، فول شو هذا ما بعرف، اول مرة يعني بجيب بالسطل هذاك ما كان فيها. شايفين؟ هاي كثير للأمعاء، الكالسيوم، للقشر تبع البيض، بيكون بيعطيه تناسق، يعني بتناسق مع بعض، وقشر البيض ما بتنكسر البيضة. او حالة التفقيس عم بيجي تيفقس الفرخ، بتنكمش، بصير حالة انكماش من الداخل على هذا، وما بيفقس. عند التفقيس بيموت الفرخ. فهذا مشان هالموضوع هذا كمان جيد. وهذا كل ما لدينا. وهي العدة اليوم صورنا لكم اياها. راح نعمل هيك، نجيب الحمام لهون. اتمنى منكم تدعموا لي القناة باللايك، الاعجاب، مشاركات على صفحات الطيور هون باوروبا. الشباب الجميع ما حدا بيقصر، كلكم فيكم الخير والبركة. ويعني اكثر شيء بعرف انا من حالي، يعني على طول بنشوف فيديوهات وبننسى نحط الاعجاب. فهذا هو المهم اللي بخلينا يعني ننشر اكثر. وثاني شغله يعني بنشر الفيديو بخلينا يعني طالما ارتفع المشاهدات الفيديو بخلينا نرد نعيد الكرة، يعني ونسجل من جديد ونتعب على الفيديوهات اكثر واكثر واكثر. فهلا انا عم بظبط وبجهز يعني هون بنفس الوقت، وعم بطلع رخصة سواقة مشان ناخذ مكان نقدر فيه نصور يعني فيديوهات اكثر، يعني تكون في تواصل اكثر بين بعضنا، ونعمل هيك بالطبيعة. يعني هي بدها تصير مزرعة، نضل متواصلين مع بعض ونشوف هيك افكار حلوة بالمزرعة نعملها، وراح تشاهدوها ان شاء الله. بس ناقصنا شوي هيك وقت، وراح تشوفونا ان شاء الله
ونظبط الامور، لاني شايفين مثل يعني المتابعين من البدايه شافوا كيف بلشنا وما كان كل هالشيء هذا. وصار عندي كثير طيور، وفي طيور ما بدي اخسرها يعني. انا جايبهم مشان اشوف الفراخ تبعيتهم. هي حالات المربي عم بيطلع عندك فرخ جميل حلو، بيكون من عندك من انتاجك انت. هذا احلى شيء بتربيه الطيور. فالاستمتاع ان شاء الله هيك نكون ان احنا انا وانتم جميع نستمتع بهالفيديوهات الجميله. بس طالبين دعمكم للفيديوهات اللي عم بنزلها. اهم شيء اول ما بتدخل بس الضغط على زر الاعجاب لحتى يزيد التفاعل ويزيد المشاهدات، ونقدر نوصل يعني باقرب وقت ممكن لاهدافنا، يعني المزرعه ونظبط فيها. طبعا لاني الامور هون كلها بدها مزرعه، والمزارع قليله، فبدها مصروف وبدها شغل وبدها عمل وبدها. فان شاء الله هيك انتم تساعدوني كمان، يعني هي مساعده منكم. عند بتضغطوا على الزر الاعجاب وهذا بتساعدوني بنشر المحتوى وزياده اعداد المشاهدين، وبنفس الوقت اللي المشتركين بالقناه جدد. مرحب بالجميع. وهيك ان شاء الله شايفين عم بطلع بصور لكم من برا لان من ضيق المكان